السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ عواشر مبروكه تدخل عليكم يا ربي باش ما كتمناو نتوما وعائلاتكم ووليداتكم. اليوم ان شاء الله كتاب باش نمونطي معكم هذا الفيديو. نشارك معكم الصفوف ديالي اللي درت هذا العام. صراحه دابا اسبوع باش وجدته وعاد كتاب باش نشارك معكم. مهم بالنسبه للمقادير، انا البنات راه عندي هنايا 2 كيلو ديال اللوز اللي حمرتها في الفران. غنوريكم المقادير اللي غنطحن. وعندي هنا 2 كيلو ديال الزنجلان، من طبيعه الحال راه مغسول ومنقي ومحمر في الفران. وعندي كيلو ديال الكاوكاو بالقشره ديالو الحمر، حتى هو محمر في الفران. وعندي واحد الرابعه ديال زريعه الكتان اللي مصهده شويه غير شويه في الفران ومطحونه ومغربله مزيان. وديت البنات هاد الشيء للعطار طحنته كامل. شوفوا البنات الزيت اللي طلق تبارك الله وما شاء الله. دابا غندوز باش غنخلط معاكم الصفوف ديالي اللي بالطحين الزرع. هنا عندي 1 كيلو ديال الزرع، وعندي 2 كيلو ديال فرينه. ديتهم البنات الفران، طحنتهم. بالنسبه للزرع البنات راه ماشي بنخالته، راه بلا نخاله، لا الزرع ولا فرينه راه بلا نخاله، يعني من عند الطاحونه يعني مغربلين. وديتهم حمرتهم وجيت غربلتهم مزيان. وغنزيد عليهم البنات هنا عندي تقريبا نص كيلو ديال الزنجلان اخر اللي محمر في الفران صحيح. وعندي نص كيلو اخر يعني مطحون في الهاشوار، مطحون شويه، هذه التهرويشه باش يجي داكشي باين. يعني المجموع ديال الزنجلان 3 كيلو. بالنسبه لهنا البنات راه عندي واحد نص كيلو ديال الكاوكاو الابيض، حتى هو شديته قشرته وحمرته في الفران، دهنته بشويه الزويته وحمرته في الفران ودرته غير يعني مهروش بحال هكا باين. هنا عندي البنات تقريبا نص كيلو ديال اللوز اخر اللي هو محمر في الفران ومطحون بالقشره ديالو، يعني تهرويشه باين. وخليت نص كيلو اخر حمر، يعني درتو محمر باش للتزيين، هذاك زينت به. مهم بالنسبه اللي غيبغي يعرف القوام، راه القوام كيبقى على حسب كل واحد والجهد ديالو، كل واحد والكميه اللي كيدير. هنا عندي البنات القرفه كما كتشوفوا. هنا عندي القرفه درت هنايا عندي 5 المعالق كبار ديال القرفه مطحونين. القرفه اللي درت انا ديك القرفه اللي كتكون البنات بحال ماشي القرفه اللي كنديرو، القرفه اللي كتكون فيها بحال الجعيبات، راها كتباع عند العطار ديال تركيا، هي اللي درتها. ودرت واحد المسكه حاره. ودرت هنا البنات تقريبا واحد نص كيلو ديال سكر كلاصي. هادشي البنات كله مغربل اللي كنضيف معاكم. بالنسبه اللي غيسولني على النافع وحبه حلاوه، انا درتهم في الاول. للاسف داك المقطع مشى ليا، درتهم في الاول البنات النافع وحبه حلاوه. درت تقريبا واحد 6 المعالق مخلطين ما بين النافع وحبه حلاوه، لانني عندي القوام كتير شويه. عندي تقريبا 8 كيلو ديال القوام وجوج و700 ديال الطحين، حيت انا الطحين البنات من حمرته راه ما بقاش ليا داك 3 كيلو كامله، بقات ليا 2 كيلو و700. ها نتوما كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله غندوز باش غادي نخلط الصفوف ديالي. الصراحه البنات والله ملي كيجي هكا الصفوف يعني ما كتحسي لا بزيت ولا بزبده، كتاكلي شي حاجه اللي هي طبيعيه الزيت ديالو منه. وغنخلطو، ولا احتاجيت شي شويه زيت بلديه حلوه راه غنزيدها، ما احتاجيتش راه ما غنزيدش. المهم نتوما غتبقاو معايا في لا فيديو وغتشوفوا كلشي بعينيكم. بالنسبه لبنات لهاد القوام اللي طحنت الاولاني راه ما جاش مطحون بزاف، يعني مدعوق، يعني حتى هو بقى باين، واخا طلق الزيت بقى باين. صافي غندوز هنا باش غنعرك كلشي البنات مزيان. وهنا ما درتش الكميه كامله كما كتشوفوا في التصوير، راه دايره النص بالنص تبارك الله ما شاء الله. الكميه جات كثيره، ويعني ما قدرتش هذاك البانيو ما هش ليا باش غنخلطها كامله، خلطت النص بالنص. ودابا ها نتوما كما كتشوفوا هذا راه زيتو منه، هنا راه ما زايده فيه لا زيت لا زبده لا والو.
ها نتوما كيفاش جا السفوف ديالي. وفكرت باش نزيدو واحد شويه ديال زيت البلديه الحلوه، غير انا ما زدتش بزاف، زدت كويس ديال الزيت بلديه اللي غتشوفوا في الفيديو اللي غادي نزيد. وجا باين ومع داك الزرع البنات والله الا ما كيجي السفوف ما كيلصقش في الحلق ديالك، كيجي زوين صافي. وهنا عندي زيت بلديه خلاص ديال الدار اللي هي حلوه. حاولوا ما ديروش زيت بلديه اللي تكون فيها داك المذاق باش ما تخسرش لكم السفوف، ديروا زيت بلديه اللي تكون حلوه صافي. كويس اللي درت ديال اتاي صغير هو اللي درت، وغندعقها مزيان كما كتشوفوا. انا كنحاول بانني نقرب لكم الكاميرا باش يبان لكم بان باقا فيه ديك التهرويشه. هو راه ما خاصش تطحني كلشي، الا طحنتي كلشي عند العطار راه كيجي يعني ملس. خاصك تخلي التهرويشه حتى هي تكون يعني كاينه باش يجي داك السفوف باين القوام فيه. وانا صراحه هاد العام ما درتوش، يعني ما درتش فيه زيت كتير ولا درتو فازق، بغيتو يبقى ناشف صراحه. عجبني باش يبقى ناشف كما كتشوفوا بحال هكا. هذا هو القوام ديالو كيف جا. ودابا غادي ان شاء الله غادي نزيد له داك نص كيلو ديال اللوز اللي فسخت ودهنته حتى هو بشويه ديال الزيت ودخلته للفران حتى تحمر مزيان، عطى داك اللون الذهبي ديالو صافي. وغادي نزيدو في التالي حتى من بعد ما دعقت داك السفوف مزيان، وغنزيدو في الاخر. هذا هو السفوف ديالي البنات، كنتمنى يكون عجبكم وصحي وجربته. يعني ماشي اول عام، هذا ثاني عام كنجربه، غير هذا العام درت شويه القوام بزايد. هادشي اللي كاين. وكنتمنى ان شاء الله انكم تشجعوني في بدايه هاد رمضان هذا، وان شاء الله يكون الخير القدام. نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج الفيديو. وبالنسبه للناس اللي كتشوف القناه لاول مره كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. حتى نتوما ما تنساوش تابوناو في القناه وتخليو لي التعاليق ديالكم. وشكرا لكم بزاف، مع فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى تقبلوا على المونتاج، صراحه راه شي تقريبا واحد 4 شهور ما لحت لكم حتى شي فيديو او اكثر، ما لحت لكم حتى شي فيديو وجاني صعيب باش نمونطي. ولكنني كنتمنى ان شاء الله تكون ماشي ما يكونش هذا اخر فيديو، يكون بدايه ان شاء الله جديده. وبالتحفيز ديالكم هو اللي كيخلينا ان شاء الله نحطوا فيديوهات اكثر. يلا بسلامه عليكم وتبقاو على خير في فيديو جديد ان شاء الله.